هيا لنحاول النجاح في أمر ما لمرة. لا، حين تحاول وتفشل يظن الناس أنك فاشل، لكن إذا لم تحاول في الأصل وقررت الفشل سيظن الناس أنك لا تريد إضاعة. سلام حبوباتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير نجم الدين. اليوم جبت لكم وصفة شعيرية جات بنينة ما شاء الله، نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. نروحوا للمقادير. عندي كويس فخذ دجاج، عندي بصلة، عندي طماطم، ثوم، معدنوس، حبة خردل، عندي كزبر، فلفل أسود، زنجبيل، مطارد، عندي حميصة، وعندي شعيرية ولا دويدة ولا فيرميسال قاريدو. أنا نستعملوا هذه الخشينة، هي اللي تجيني مليحة خير من هذيك الرقيقة تجي تبان معجنة. عندي حبة بطاطا وبيضة. نروحوا لطريقة التحضير. هنا نجيب كوكوط تاعي اللي راح نستعمل فيها، نلوح 4 ملاعق زيت، نلوح حبة بصل متوسطة مفرومة، فخذ الدجاج، نلوح حبة طماطم مفرومة صغيرة، وعندي 2 سنات ثوم، عندي شوية معدنوس وحبة تاع الخردل هنا انا لوحتها باش تعطيني بنة في الفيرميسال تاعي. فيرميسال تاعي. المهم رحت حطيت المكونات التوابل وحطيتها تتقلى فوق نار قليلة. بعد ما تقلات لي راح نروح نمرقها بما سخون ونخليها حتى تغلي. بعد ما يغلي لي المرق راح نلوح فيه قرن ولا جوان فلفل حار، ونلوح البطاطا. لا مازال هنا نقفل عليها ربع ساعة الدجاج يدخل له طياب، ومن بعد نلوح البطاطا باش تكمل طيب لي هي والدجاج مع بعضهم. هنا كنت نحيت شويه مرق وضفته للحميصه تاعي وحطيتها فوق النار 1 ل5 دقائق ونحيتها. هنا الحمص تاعي راهو طايب. هنا بعد ما طاب لي الدجاج والبطاطا راح نحيهم من لاصوص. هنا اختياري لاصوص تاعك، بغيتي تصفيها سما تنحي هذاك المعدنوس وتنحي الشوائب هذوك تاع البصله والطماطم، بغيتي تخليها عادي، انا ما صفيتهاش. هنا من جهه واحده اخرى رحت حطيت مغرف زبده ونص باكي فيرميسال. انا الكميه جاتني زاكيه بزاف، نص باكي تعشينا به وزدنا تغدينا به. نص باكي فيرميسال نقعد نحمص فيه. هنا ثاني اذواق، اللي تبغي الفيرميسال تاعها تكون ذهبيه، ها هي كي تقعد تعس فيها وتحرك فيها. اللي تبغي تكتفي بهذاك اللون تكتفي به. هنا نحيت البطاطا، ما جيت نحيت البطاطا من لاصوص هي والخردل. وهنا كنت اكتفيت باللون هذا تاع الفيرميسال وراح لي الذهبي. راح نبدا راح نبدا نضيف لاصوص تاعي باش نشربها. صدقوني جات خفيفة وجات بنينة 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 روعة. هنا رحت ضفت لاصوص على الفرميسال وراه ياكي على نار ناقصة خلاص باش ما تتحرقليش وما تلصقش. اني نضيف لاصوص بشوي ونحرك. هنا لاصوص راح اسمى الكمية اللي راح نكتفي بها نغطي بها الفيرميسال هكا مغطية ونزيد لها حتى تفوت شوية الفيرميسال تاعي باش تعطيني تبقى لي مشمخة
ما تشربليش خلاص وتتنفخ لي وطيب لي. من جهة واحدة اخرى كنت قليت الدجاج وقليت البطاطا تاعي حمرتهم، واكيد قليت الفلفل. هنا اني نعتلكم ام تخلطولي. هنا راني نعتلكم برك سما لاصوص تاعي كيفاه كانت فايته الفرميسال. بعد ما شربت لاصوص الفرميسال تاعي لاصوص، اني نعتلكم كيف سما ما تخليوهاش تشرب خلاص، خاطر ما راهي كل ما تقعد تريح كل ما تزيد تشرب لك. طفيت عليها وراح نخليها تزيد تشرب شوية ونقدمها. هنا جيت لصحن التقديم، راح نعتلكم كيف راح نسربيها. مانيش مافا يعني نسربي معاكم. وش هو انا تعمدت انه نسربي معاكم الخطرة هذه باش تشوفوا باللي الشعيرية تاعي ماهيش معجنة، كل حبة وحدها جات روعة. انا ما نقدر نقولكم حتى حاجه حتى تجربوها، وانتوما اللي راح تخليو لي ارائكم، وانتوما اللي راح تقولوا لي كيف جاتكم. ها هي بعد ما زينتها، ان شاء الله تجربوها وتخلي لي ارائكم في كومنتير. نتمنى تكون وصفة اليوم نالت اعجابكم، ونتمنى نكون نحيت عليكم حيرة تاع عشاء ولا غدا. هنا جيت معاكم راح نعتلكم كيف راي اني سربيتها وخليتها وحتى نبردت، وشوفوا راهي ياكي كل حبة وحدها. مع السلامة حبوبات.